أهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا بالظابط كيت، وبنعرف انه ظابط مهم جدا في هونج كونج، وبنشوفه وهو بيشرب مخدرات، وبنعرف انه بيعمل كده علشان يدخل وسط منظمة كبيرة بتخطف البشر وبتوديهم مدينة تايلاند. وبعد ما بيروحوا لتايلاند بيتم سرقة أعضائهم وبتتباع في السوق السوداء، وبيفضل كيت يشرب مخدرات لحد ما بيتحول لمدمن. وبنشوف المحقق وبنعرف انه القائد بتاع كيت وكمان بيكون عمه، وبيفضل يعنفه لانه مش موافق على الطريقة بتاعته وعلى ادمانه للمخدرات. لكن كيت بيقول له ان مفيش اي طريقة غير دي يقدر يدخل بيها وسط العصابة ويقنعهم انه مش ضابط شرطة. وبنروح لهونج وبنعرف انه زعيم المنظمة، وبيكون عنده مرض خطير جدا في القلب وبيكون محتاج يعمل عملية في اسرع وقت. لكن بيعرف من المستشفى انهم مش لاقيين حد بنفس فصيلة دمه علشان يتبرع له، وبنعرف ان اخوه هو اللي عنده فصيلة الدم. وبنروح لاخوه وبنعرف انه مسافر مع مراته لمدينة تايلاند، وفي الوقت ده بيكون كيت قدر ينضم للعصابة. وبعدها هونج بيطلب من العصابة انها تخطف اخوه وكمان تقتل مراته. واول ما الاوامر بتوصل للعصابة بيعرف كيت المهمة، وبيكلم عمه وبيعرفه انهم عايزين يخطفوا اخو هونج ويقتلوا مراته، لكنه مش بيكون عارف مكان العملية ولا ميعاد التنفيذ. وعمه بيعرفه انه هيراقب التليفون بتاعه علشان يقدر يوصل له. وفي ميناء هونج كونج بنشوف العصابة موجودة في المكان، وبتفضل الشرطة عينها على العصابة ومراقبة المكان. وبتوصل العصابة لاخو هونج وبيثبتوه الحراس بتوعه، وبتفضل مراته تستنجد بالحراس لكنهم مش بيتحركوا، فبتتعصب مراته وبتفضل تضرب في الحراس لكنهم مش بيتحركوا، فبتاخد مسدس من واحد من الحراس وبتضرب نار على العصابة، وبتهجم على كيت وبتضربه بالخاتم بتاعها وبتعوره في رقبته. وبيحصل اشتباك بين العصابة والشرطة، وبيحاول كيت انه ينقذ اخوه هونج، وبيفضل يضرب في كل حد يقابله من العصابة. وبيتصل بعمه وبيطلب منه انه يتحرك بسرعة على البوابة رقم 8، وفجأة بيضربه اخو هونج وبيحاول يهرب منه، وبيجري وراه كيت لكنه بيقابل واحد من الضباط. واول ما بيوصل كيت بيرفع الضابط مسدسه وبيكون عايز يضرب كيت بالنار، لكن بيوصل عمه وبيمنع الضابط انه يقتل كيت. وبيكون في واحد من العصابة شايف اللي بيحصل، وهنا بيعرف ان كيت ضابط وبيحاول يقتله، وبيطلع مسدسه وبيضرب عليه نار، لكن عم كيت بيقدر ينقذه وبيضربه بالنار. وفي الوقت ده بتوصل العصابة كلها وبتشتبك مع الشرطة وبيقدروا يصيبوا اخو هونج، وبتاخد العصابة كيت وبيجروا ناحية البحر وبيهربوا في المركب بتاعهم. وفي الوقت ده بيرن تليفون كيت، لكن واحد من العصابة بياخد التليفون وبيرميه في البحر. بعدها بتوصل رجالة هونج زعيم المنظمة وبتقتل اللي باقي من العصابة، وبيقبضوا على كيت وبينقلوه لسجن برين في مدينة تايلاند. وبيكون المسؤول عن السجن ده هو كوت، وبنعرف ان كوت شريك هونج، وبنعرف ان السجن ده كوت وهونج بيستخدموه علشان يحطوا فيه المخطوفين اللي بيبيعوا اعضائهم. ولما بيوصل كيت بيفضلوا يعذبوه وبيغيروا ملف كيت بملف شخص تاني بيكون محكوم عليه بالسجن للابد. واثناء ما الحراس بتنقل كيت بيحاول يهرب وبيهجم على الحراس وبيضربهم، ومش بيكون فاضل غير حارس واحد اسمه تشاد، وبيكون واضح انه قوي، وبيفضل القتال مستمر فترة كبيرة، لكنه بعدها بيقدر تشاد يثبت كيت وبيقبض عليه. وبعدها بنشوف هونج وهو موجود في المستشفى علشان يتبرع بدم لاخوه لانه اتصاب في الاشتباك. وبعدها بيقابله المحقق وبيكون شاكك ان هونج هو السبب في اللي حصل لاخوه، وان اللي حاولوا يخطفوا اخوه ليهم علاقة بيه. وبيفضل يسأله اسئلة كتيرة، فبيحس هونج انه اتكشف، فبيعرفه ان هو السبب في اللي حصل، وكان بيخرج تليفونه وبيفرجوا على فيديو لابن اخوه كيت وهو موجود في السجن وبيتعذب. فبيتعصب وبيخرج مسدسه وبيحاول يقتله، لكن هونج بيطلب منه انه يسيبه ياخد اخوه علشان يقدر يعمل العملية بتاعته او هيتقتل كيت. وبيخرج اخو هونج من المستشفى وبيوصله عند بيت صديقه، وبيسيب معاه حراسة علشان يكون بعيد عن هونج، وبكده بيكون مصير هونج في ايده، وبتكون عنده فرصة انه يوصل لكيت وينقذه. وفي تايلاند بنشوف الحارس تشاد اللي قدر يمنع كيت من الهروب، وبنعرف ان عنده بنت صغيرة عندها كانسر في الدم وبتتعب جدا وبتروح للمستشفى، وهناك بيعرف انها محتاجة لعملية زرع نخاع ولازم المتبرع يكون عنده نفس فصيلة الدم. وبعدها الدكتور بيعرفه ان في شخص ممكن يتبرع لها، وبيعرفه كمان انه عنده فصيلة الدم، لكنه بيقول له ان المستشفى مش عارفة تتواصل معاه، وبيطلب كيت رقم تليفونه علشان يحاول يوصل له لكنه بيرفض. وبيعرف تشاد اسم المتبرع
متبرع من الدكتور، وبيقدر يدخل لسجلات المستشفى وياخد رقم المتبرع، وبيحاول يتصل بيه لكنه مش بيرد. وبعدها بنعرف ان الشخص ده هو كيت، وبنعرف ان الوقت اللي حاول تشاد يكلمه فيه بيكون نفس الوقت اللي كان كيت موجود فيه في المركب، وصديقه خد التليفون ورماه في الميه، ومن وقتها وتشاد بيحاول يكلمه. وبعد فتره بيرجع يتصل بيه، لكن واحد من البحاره بيكون لقى التليفون وبيرد على تشاد، لكنه بيكون بيتكلم صيني ومش بيكون فاهمه، وبيروح بسرعه لكيت وبيطلب منه انه يكلمه ويعرفه انه محتاجه يتبرع لبنته بالنخاع علشان تقدر تعمل العمليه. لكن البحار بيقول لكيت انه لقى الموبايل في البحر وانه مش هو صاحب الموبايل، فبيتصدم ومش بيكون عارف المفروض يعمل ايه. وبعدها بيكون كيت عامل خطة علشان يهرب بيها، وبيعور نفسه وبيدخل الحراس بسرعة علشان تلحقه، لكن بيضربهم وبيخرج من الزنزانة وبيقفل الباب عليهم. وبعدها بيروح علشان يعالج الجرح بتاعه، لكن بيهجم عليه واحد من الحراس وبيضربه، لكن كيت بيقدر يقاومه وبيضربه، وبياخد منه التليفون علشان يكلم عمه، لكن بيكون مفيهوش شبكة. بعدها بيروح كيت لأوضة التحكم وبيدخل من شباك الأوضة وبيهجم عليه الحراس، لكن كيت بيكون مقاتل بارع جدا وبيقدر يخلص عليهم كلهم. بعدها بيفتح كل الزنازين اللي موجودة في السجن وبيخرج منها كل المساجين، وكمان بيخرج الأطفال المخطوفين واللي بيكونوا موجودين في أوضة سرية، وبيكونوا بيجهزوهم علشان ياخدوا منهم أعضائهم. وفي الوقت ده بيشوفوا متشاد وبيحاول يمنعهم، لكن صاحبه بيجي ياخده علشان يساعده في السيطرة على المساجين، وبتحصل معركة قوية جدا بين الحراس والمساجين، لكن الحراس بتقدر تسيطر على المساجين. وبنشوف كيت وبيكون لقى شبكة وبيحاول يتصل بعمه، ولكن تشاد بيشوفه وبيروح بسرعة علشان يضربه ويمنعه، لكن المكالمة بتكون شغالة، فبيسمع عمه اللي بيحصل وبيتتبع التليفون وبيعرف انه موجود في تايلاند، وبيعرف يوصل لصاحب التليفون وبيكون واحد من حراس السجن. وبعدها بيسافر لتايلاند وبيقابل الحارس صاحب التليفون وبيديله فلوس علشان يرضى يدخله السجن اللي موجود فيه كيت. وبنشوف قوة من الشرطة وهي بتأمن المكان اللي موجود فيه أخو هونج، وبنشوف أزاي وبيكون واحد من عصابة هونج وبيفضل ماشي وراهم، وبيعرف مكان أخو هونج، وأول ما بيوصلوا بيهجم عليهم وبيقدر يقتلهم كلهم. وبيوصل لأخو هونج، لكن بيكون واحد من الضباط لسه ما ماتش وبيقدر يتصل بيه وبيقول له على كل اللي حصل. وفي نفس الوقت بيكون كو تشونج مساعد هونج بيوصل للسجن وبيطلب من تشاد إنه يقتل كيت وعمه، وبيكون المقابل إنه هيساعده يعمل العملية لبنته، لكن تشاد بيرفض يقتلهم، فبيؤمر واحد من الحراس يقتلهم، وفعلا بيدخل الزنزانة وبيكون قرب يقتلهم. لكن في الوقت ده بيوصل هونج وبيطلب من المساعد بتاعه انه ما يقتلهمش، وانه ينقلهم للمكان اللي بيسرقوا فيه اعضاء الاطفال والضحايا بتاعتهم. وبيكون تشاد هو الحارس بتاعهم اللي بيوصلهم لحد المكان ده. ولما بيوصلوا للمكان بنشوفه هو بيكسر صوابعه علشان يقدر يفك الكلبشات من ايده، وفعلا بيقدر يعمل كده، وبعدها بيقدر يفك كيت. وبعدها بيخرجوا هما الاتنين وبيشتبكوا مع العصابة، وبنشوف تشاد اللي بيكون حزين بسبب اللي حصل وبيقدر يساعد كيت وعمه، وفعلا بيدخل بالعربية في مكان العصابة وبيكسر المكان. وفي الوقت ده بيقدر يهرب، وكيت وعمه بيركبوا عربية، وبيكون الحارس صديق تشاد مصاب فبيقرروا ياخدوه معاهم. وبنرجع لتشاد وبنشوفه هو بيتقاتل مع العصابة وبيفضل يضربهم، لكن عددهم بيكون كبير وبيقدروا يضربوا تشاد ويسيطروا عليه. وبعدها بنشوف كيت وهو بينقل عمه للمستشفى، وبتكون نفس المستشفى اللي موجود فيها بنت تشاد. وبنشوف البحار اللي لقى التليفون في البحر بيقدر يشغل التليفون مرة تانية في الوقت اللي بتكون بنت تشاد بتحاول تكلمه، وبيفهمها ان التليفون مش بتاعه، وبيبعت لها صورة صاحب التليفون اللي هو كيت. وبتكون سعيدة جدا وبتكلم تشاد علشان تعرفه، لكن التليفون بيكون كيت قدر ياخده من تشاد. وفي الوقت ده بيتقابل كيت مع بنت تشاد في المستشفى وبيقدر يتعرف عليها، وبيروح للدكتور اللي متابع الحالة بتاعتها وبيقول له انه عايز يتبرع ليها، لكن بيعرفه انه مدمن، وبيقول له ان القانون في تايلاند بيمنع المدمنين من التبرع غير بعد 3 سنين من التعافي. وفي الوقت ده بيحس كيت بالحزن وبيقرر ينقذ تشاد، وبيقدر يخطف واحد من العصابة وبيعرف منه مكان العصابة، وبيروح بسرعة للمكان، وهناك بيقابل أزاي وبيحاول يقتله، لكنه بيكون قوي جدا وكيت مش بيبقى قادر عليه. وبعدها بيفضل يضربه كيت وبيقدر يخلص عليه، وبيخطف هونج زعيم
بيحمي العصابة وبيكلم المساعد بتاعه وبيطلب منه انه يسلمه تشاد، وفي المقابل هيسيب هونج وبيحدد المكان اللي هيتقابلوا فيه. ولما بيوصلوا للمكان بيقطع كيت النور وبيهجم على العصابة وبيقتل كام واحد منهم، وفي الوقت ده بيقدر تشاد يهرب من العصابة وبيعرفوا كيت ان هو المتبرع اللي كان بيحاول يكلمه. وبيكون اخو هونج بيحاول يهرب لكن هونج بيحاول يمنعه لكنه بيضربه ومش بيستحمل هونج الضرب بسبب مرضه فبيموت. وفي الناحية التانية بيكون كيت وتشاد بيتقاتلوا مع العصابة وبيخلصوا عليهم كلهم، ومش بيبقى فاضل غير كوتشن اللي بيكون مقاتل قوي جدا وبيقدر انه يضربهم هما الاتنين، لكنهم بيهجموا عليه لكنه بيصيب تشاد بالسلاح بتاعه وبيكسر الشباك بكيت وبيقع في الشارع، لكن تشاد بيهاجمه وبيرميه هو كمان من الشباك وبيرمي سلسلة لكيت علشان ينقذه، لكن كوتشن هو اللي بيمسكها وكيت بيتعلق في الكرافتة بتاعته لحد ما بيتخنق وبيسيب السلسلة وبيمسكها كيت وبيقدر ينقذ نفسه. وبعد فترة بتكون بنت تشاد عملت العملية، وبعد سنين كتير بتكون بتحكي القصة بتاعتها لاصحابها. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنساش تزورنا في القناة، هتلاقي ملخصات كتير للأفلام هتعجبك، وما تنساش تشترك في القناة، ولو في أي فيلم عايزنا نلخصه اكتبه في التعليقات، ومع السلامة.